كنافة بالتمر. الكنافة بتقبل أطعمة كتير جدًا، بس إن هي تبقى حلوة أوي بالتمر بجد دي طلعت جميلة أوي. عندي هنا تمر مخلي من البذرة، وعندي سوداني ممكن نستخدم أي مكسرات، وعندي زبدة و3 معالق كبار من سكر البودرة، ونص كيلو من الكنافة كنت حاطاها في الفريزر وطلعتها فركتها كده اهو حلو. وبعد كده سبتها شوية عشان خاطر ما تبوظش معايا لما انزل عليها السمنة. وهنا عندي نص لتر من الشربات البارد. نزلت السكر البودرة بتاعي على الكنافة وقلبتهم مع بعض، وبعد كده حطيت السمنة وبستها مع بعض شوية، وخدت نص الكمية حطيتها في الصينية. وضغطت عليها كويس جدا عشان تمسك في بعضها، ورشيت المكسرات وبعد كده التمر وبقية طبقة الكنافة، وتضغط عليها كويس جدا ودخلها الفرن وطلعتها قلبتها. شكلها متساوي وحلوة جدا بعد ما بتتقلب. بعد كده هنزل عليها الشربات. بعد ما نحط لها الشربات نغطيها كده 5 دقايق عشان تبقى طريه معانا. بجد طعمها وريحتها والميكس